السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا. فيديو النهاردة القراقيش هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وكالعادة طبعا اقتصادية. بتمنى من قلبي إن الوصفة تعجبكم، بتمنى أكتر إنكم تعتمدوها. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. في بولة هنزل بكوباية من الحليب، مج الشاي العادي، عليه معلقة من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة، كمان معلقة صغيرة من السكر، وهننزل عليهم بذرة بسيط جدا من الملح. بعد كده هعمل ميكس، خليط ما بين السمنة والزيت أو خليط ما بين الزبدة والزيت. هنا أنا عندي زبدة، حطيت ربع كوباية من الزيت عليهم 3/4 كوباية من الزبدة. إذا ما كانش متاح عندنا عادي خالص، ممكن نستخدم الزيت بس. هنزل بقى زي ما انتوا شايفين كده بالميكس بتاعي على الخليط وهبتدي أقلب. الموضوع سهل وبسيط جدا زي ما انتوا شايفين معايا. في الوقت ده بقى أنا محضرة 3 أكواب من الدقيق، نفس المج اللي أنا استخدمته في الوصفة كلها. بس دايما بقول وبأكد لازم، ومهما كان نوع الدقيق بتاعنا كويس قوي، لازم ننخله مرة واتنين. ده الدقيق بتاعي بعد ما نخلته، أنا الحقيقة نخلته 3 مرات. لما بقى جاهز معايا زي ما انتوا شايفين، دلوقتي بقى هنزل بالدقيق بتاعي على المواد السايلة، ولا أسهل من كده. هننزل بالدقيق بتاعنا كله مرة واحدة. بعد كده بقى هبتدي ألم الخليط بتاعي كده، إما بمعلقة أو سباتشولا المتاح عندنا، مفيش فيها أي مشكلة. بنقلب زي ما انتوا شايفين. قبل ما نبتدي بقى نبتدي نعجن بإيدينا، أو قبل ما نبتدي نستخدم إيدينا زي ما هتشوفوا معايا بالظبط. الموضوع زي ما قلنا سهل وبسيط جدا. هبتدي بقى استخدم ايديا، وفي المرحلة دي هاخد حوالي يعني من 10 ل 15 دقيقة. زي ما انتوا شايفين العجينة سهلة جدا وسلسة جدا معايا، ما فيهاش اي مشكلة. اذا احتاجت مننا شوية دقيق بنزود عليها. يا ريت اذا كنتوا وصلتوا معايا لحد الجزء ده من الفيديو ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة، شير للفيديو، اشتراككم في القناة علشان تنورونا وتكبروا عيلتنا. زي ما انتوا شايفين العجينة بقت جاهزة معانا. هاخدها بقى وهريحها تقريبا 10 دقايق. بعد كده هبدأ أشتغل فيها، أعملها على شكل رول كده أو رول أو شكل اسطواني. هبتدي أبططها كده عشان أجهزها للتشكيل. هستخدم قطعة البيتزا، إذا ما كانش متاح ممكن نستخدم السكينة، بس يفضل ظهر السكينة. بعد كده هجيب الصواني بتاعتي وابتدي أدهنها. طبعا الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180، بتاخد من ربع لتلت ساعة. لما بتاخد معانا لون ذهبي حلو كده بنشغل الشواية لمدة دقيقتين، ودايما بوصي نهدي الشواية علشان نوصل لدرجة اللون اللي احنا عايزينه. وكده بتكون جاهزة معانا زي ما انتوا شايفين. بتمنى الفيديو يعجبكم. يا ريت إذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة، شير للفيديو، اشتراككم في القناة تكبروها وتنوروا عيلتنا. واستنوني دايما في المطبخ مع سنة.